لقطة كارثية تكشف سبب تبديل كريم بنزيما أمام الرائد ورد فعله بعد الهدف الثالث للرائد في شباك فريقه. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. لم ينجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقديم أي إضافة تذكر في مباراة فريق الاتحاد أمام الرائد بالجولة 18 ضمن منافسات دوري روشان السعودي، ليخرج بعد 75 دقيقة خالي من الوفاض. ولم يقدم بنزيما أي شيء يذكر طوال المباراة، حيث ظهر كضيف الشرف ولم يساعد زملائه في تسجيل الأهداف. وفي موقف كارثي للاعب مثل بنزيما عندما كان فريقه متأخرا بهدفين قام بالغمز للمدرب لاستخراجه من الملعب. وفي لقطة أخرى رد فعل حزين ويأس من كريم بنزيما بعد هدف الرائد الثالث في شباك فريقه، ويبدو أن بنزيما لاعب لا يعتمد عليه مثل كريستيانو رونالدو في النصر. وخسر الاتحاد على يد الرائد ب3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين بعد عودة العميد من المشاركة في كأس العالم للأندية. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو.